هو مين قال إن الكنيسة للقديسين بس؟ في ناس بتخاف تخش الكنيسة، بيحسوا إنهم مش قد المستوى، أو إن هي مش مستاهلة إن أنا أقف قصاد ربنا، وبيبقوا فاكرين إن الكنيسة مكان للقديسين أو الناس المثاليين اللي ما بيغلطوش. بس الحقيقة غير كده تماما. تخيل معايا كده موقف إنك داخل المستشفى وأنت تعبان، ولقيت موظف الاستقبال بيقول لك إحنا آسفين يا فندم مش هنقدر نستقبلك لأن إحنا ما بنستقبلش هنا غير أصحاء بس. هل ده منطقي؟ أكيد لأ، لأن المستشفى أصلا معمولة للناس المرضى. هي نفس فكرة الكنيسة. الكنيسة مش نادي اجتماعي للناس السليمة وبس. الكنيسة هي مستشفى للروح، مكان فيه رجاء وغفران لكل الخطايا، لكل واحد فينا مهما كان تعبه أو خطاياه. المسيح نفسه وضح وقال: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة. الكنيسة مكان للغفران، مش مكان للإدانة. الكنيسة هي المكان اللي بنتصل فيه مع الله، طبيب النفوس اللي بيريحنا من كل خطايانا. حتى القديسين اللي بنشوف صورهم في الكنيسة واحنا ماشيين، دول كلهم في بداية مشوارهم كانوا محتاجين نعمة حقيقية، والكنيسة كانت دايما هي حضنهم الكبير. لو لسه حاسس انك مش ناقد كفاية انك تخش الكنيسة، صدقني خليك عارف ان الكنيسة دي معمولة علشانك، مش عشان انك تبقى شخص مثالي، لكن عشان كل مرة تقع فيها ربنا يديك قوة جديدة. ولو لسه متردد، جرب تبدأ بخطوات بسيطة. يعني ادخل اقعد في هدوء، احكي لربنا على اللي في قلبك، وصدقني هتلاقي باب مفتوح مش باب مقفول. وخليك فاكر كويس، الكنيسة مش بتقولك ابقى قديس الأول وتعالى، لكنها بتقولك تعالى زي ما انت، وربنا قادر يغيرك جوه حضنه. مين قال إن الكنيسة للقديسين بس؟ الحقيقة إن الكنيسة للكل، وخصوصا للناس المجروحة والتعبانة واللي شايلة حمل تقيل. الكنيسة بيت الآب السماوي اللي فاتح إيده لولاده كلهم من غير استثناء. أشوفكم الحلقة الجاية من مين قال، مع فكرة جديدة هنكتشف مع بعض حقيقتها.